يرفع سكان منطقة فم السد الريفية البالغ عددهم حوالي 500 عائلة والتابعة إداريا لبلدية ثليجان والواقعة حوالي 20 كيلومتر عن مقر البلدية عديد الانشغالات التي أرقت حياتهم اليومية، مناشدين الجهات المعنية إنصافهم وإخراجهم من حياة الغبن التي يكابدونها مثل ما تؤكده هذه النداءات. المشاكل متاعنا قداش نقايص في نقايص، عندنا تريسيتي ناقص 10 على كنتو، عندنا الماء ناقص، جهة تشرب جهة ما تشربش، عندنا البطالة بلا حساب، القنطرة نتاع فم السد كي تحمل الحملة واحد ما يروح غادي لا جاي، عندنا الغاز خدموا الاسطالاسيون ما كانش عنده عيمينتو، عندنا الصطاد نتاع الاولاد ما كانش، عندنا المتوسطة ما كانش، عندنا النقل ناقص خلاص نتاع الاولاد اللي يقروا في ثليجان. حاولنا من جهتنا نقل هذه الانشغالات إلى رئيس بلدية ثليجان السيد إبراهيم جباري الذي أكد لنا وضعية الساكنة في هذه المنطقة التي تعتبر إحدى مناطق الظل بالولاية. بالنسبة للكهرباء هذه الموضوع راه مسجل تكميل الكهرباء منطقة الفراعنة، هذا المشروع راه خاص مع مديرية الطاقة في عند سيتم البرمجة نتاع المشروع منطقة فم السد درك تجيهم الكهرباء. بالنسبة للملاعب الجوارية، الملاعب الجوارية أنجز عندهم ملعب عنده مدة سنوية، لكن هذا الملعب أهترئ، ورغم ذلك مقترحا لهم ملعب جواري. بالنسبة للمتوسطة نحن عندنا مجمع مدرسي يتكون من 12 قسم، هذا المجمع وفي نفس الوقت المدرسة وفي نفس الوقت بدينا 3 أقسام بالإضافة إلى قسمين آخرين سيفتح بهما فرع متوسطة راح نحولوا إلى متوسطة. بالنسبة لي ثانوية ما كانش عدد كافي باش ثانوية موجودة عندنا هنا، والتلاميذ راهم يجوا في أريحية في الحافلة في كل وقت. بالنسبة لغاز المدينة هذا المشروع أنجز بقيمة 65 مليار، وهذا المشروع ما زال ما توزعش فقط للسكان، هو موجود الخط وصل لهم الغاز المدينة، ولكن لم تعطل المشروع وين يكملوا لهم درك يمشي عندهم غاز المدينة. في الوقت الذي فند فيه ادعاءات الساكنة لدى طرحهم جملة الانشغالات خاصة فيما تعلق بالنقل المدرسي والماء الشرب مثل ما يقول رئيس بلدية ثليجان ثانية. هناك انشغالات من طرف سكان منطقة فم السد، هذه الانشغالات في محلها ونحن نتقبلها بصدر رحب، ولكن هناك أسئلة لا تستطيع الإجابة. مثلا نبدأ بالسؤال الأخير اللي هو يتكلم عن الحافلات. حافلات راهم يوميا يجيبوا التلاميذ، أما يقول راهم ما جوش خلاص وفند هذا الكلام قطعا، ثم يقول ما عندناش خلاص. يمكن تمشي لجنة جهة السكان راهم الكل عندهم حالين حنفيات ويسقوا يديروا في الأشجار اللي هي البربيطة، نحن نسموا فيها البربيط، الكل عندهم الماء، وبالتالي سجلنا لهم مشروع نتاع ماء باش يتوزع لهم بطريقة حضارية، وكل سكنة عندها الحنفية نتاعها وعندها ونديروا لهم العداد. إذاعة الجزائر من تبسة، راسلكم أحمد بوقرة، إلى اللقاء. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.